النهارده 30 مارس واول فيديو ارفعه النهارده على القناه الجديده بتاعتي على اليوتيوب. مش ده الفيديو طبعا، في فيديوهات تانية بتتكلم عن الدايت وعن اللياقه وعن الفتنس وحاجات كده جميله كده. لو حابب تتفرج عليها ممكن تروح تتفرج عليها، لكن الفيديوهات اللي انا بعملها دي او قائمه التشغيل اللي انت هتشوفها دي توثيق بس عن كل يوم بيعدي على القناه الجديده، ايه اللي بيتطور فيها وايه اللي بيحصل فيها. ودي مش اول مره ارفع فيديوهات، حاولت كذا مره على التيك توك وعلى اليوتيوب، بس يعني ايه الموضوع ما بيظبطش معايا. فالمره دي عشان الموضوع يظبط معايا قررت ان انا اصور فيديوهات كتيره مره واحده وابتدي ارفعها بالتدريج. اعمل استراتيجيه كده لنفسي ان انا ارفع 3 فيديوهات في اليوم في اوقات مختلفه لغايه لما نشوف الناس ايه بتبقى موجوده في انهي وقت بالظبط. فدي نتيجه اليوم الاول بعد 12 ساعه من رفع اول 3 فيديوهات. الحمد لله في مشاهدات لا تتعدى 30 مشاهده على ال3 فيديوهات، مفيش اي مشتركين جداد ومفيش لايكات، بس الحمد لله النتيجه انا مبسوط منها جدا. 30 مشاهده كتير جدا بالنسبه لي، كنتش متخيل اصلا ان اليوتيوب هيبص لي ولا الخوارزميات هتبتدي تبعت الفيديو لحد. فجميل جدا اول يوم ان يكون في 30 مشاهده، وده هيحمسني ان انا ابتدي اكمل المكتبه بتاعتي بتاعه تصوير الفيديوهات عشان ابقى سابق في تصوير الفيديوهات وما اجيش في يوم اكسل ما ارفعش فيديو. فانا متفائل بالبدايه الجميله دي، والمره دي مختلفه بالنسبه لي عن المرات اللي فاتت في رفع الفيديوهات على القنوات القديمه. ان انا مش مركز. بمعنى ايه مش مركز؟ ان انا بقيت ارفع الفيديوهات وانساها، ببص عليها بعد 12 ساعه مثلا وسايب النتيجه على الله. فدي حاجه بسطاني ومريحاني. ان شاء الله الفيديوهات تعجبكم وهستمر. انا قدامي 90 يوم مع اليوتيوب، هنشوف ال 90 يوم دول هيجيبوا نتيجه ولا مش هيجيبوا نتيجه. اهم حاجه لو وصلك الفيديو ده ابقى روح اتفرج على الفيديوهات التانية، وما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناه، وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده. يلا سلام.